يا مساء الخير اخواتي بقى، قبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش كده تصلوا على النبي. الوقت طلب مني واحد ميلك تشيك كراميل، حاجه كده عظمه. تعالى ما نشوف بيتعمل ازاي. اول حاجه هنجيب الخلاط بتاعنا وحاطين فيه 3 بولات من ايس كريم الفانيليا، وهننزل كده ب 30 مللي كده من صوص الكراميل. لو مش موجود صوص كراميل مش مشكله خالص. بعد كده هنقوم نازلين بنص كوبايه لبن، ما نكترش عن نص كوبايه لبن. هنغطي الخلاط وهنسيبه يتضرب لمده 15 ثانيه. حاجه كده عظمه قوي، يا ريت كلكم تعملوه في البيت، للاطفال وللكبار بيحبوه وكل شويه بيطلب مني. بعد كده هنجيب الكوبايه بتاعتنا ومش هنسكت على كده، وهنجيب صوص كراميل التقيل ده اللي انتوا شايفينه، وده بيتباع عادي خالص ورخيص ماهوش غالي، وهنجرنش بيه الكوبايه. وهننزل بقى بالميلك تشيك كراميل زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه، وهو ده اللي مطلوب. هي دي العظمه اللي مطلوبه يعني. لازم نعمله بالطريقه دي في البيت علشان يدينا الطعم المناسب لميلك تشيك كراميل لينا ولحبايبنا ولاطفالنا. ده مش هيكلفنا في البيت 15 جنيه، بيتباع بره ب 40 وب 50 جنيه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولا ما اشتركش في القناه يا ريت تشتركوا بسرعه بس خلاص.